طبعا من الشغلات هاي هيك نفحات تيجي لي اخر الفيديو. من الشغلات اللي صراحة يعني حاب اني احكيها، مسمينها غزال، ولكن صراحة السيارة فيل جرافة، وزنها كثير عالي، وكان ممكن انهم يخففوا وزنها بشكل جدا ممتاز، ويخلوا ادائها جدا احسن. السيارة في البر جدا ثقيلة، وسواقتها مش سهلة، ودائما ضوجان عالي، ودائما داعس على السيارة وعشان تمشي، والناس اللي حواليك بالأريحية قاعدين بيقربوا وبيبعدوا عليك، وانت يدوب ماسك حالك، يدوب ماشي. اكيد الخيل من خياله بالاخير، ولكن السيارة تلعب دور كثير كبير. فبس حبينا ننوه على هاي النقطة. هذا مش غزال، هذا فيل. السلام عليكم ورحمة الله، ويعطيكم العافية جميعا. طبعا السيارة اللي معنا اليوم غنية عن التعريف، الواي 61 النيسان سفاري، ولكن هذا الإصدار الخاص بالشرق الأوسط. هذا الإصدار اسمه غزال إكس. عدلوا السيارة كثير، حطوا عليها كثير شغلات، واحنا هلأ في البر خلينا نشوف شو الشغلات اللي حطوها عليها، ونشوف هل هاي الشغلات جد عملية ولا شغل منظر وبس. وبسم الله بنبلش بمقدمة السيارة. طبعا زي ما انتم شايفين البمبر الصب اللي وزنه جدا ثقيل، مبين من منظره كثير ثقيل، والسيارة صراحة جايدين من وزنها بكل الجهات. عندنا كشافات موجودة هون، عندنا الونش، هذا الونش قدرة قطره تقريبا 4000 كيلو جرام. الشبك الأمامي اللي حاطينه باللون الأسود كلمة غزال كاتبينها هون. للأسف هاي غير حقيقية، هاي فتحة غير حقيقية، شغل يعني صراحة يعني غلط كثير. هاي الحركة استغربتها كثير، الموضوع انك تقص، انت معدل السيارة ومعجب فيها، وقفت عليك انك تقص البونيت. لا اعتقد انه كان عندهم مشكلة بانهم يقصوها. وللاسف حتشوف انه كثير على اليوتيوب، للاسف حتشوف انه بعض الناس بيجوا بيحكي لك الهواء بدخل من هون وهيك. يعني المصداقية مطلوبة يا شباب. وخلينا نكمل. لما نشوف من الجنب طبعا بتشوفوا الرنجات ال17 مع العجال البي اف جودريتش الكي او 2 عشان يعطوها جريب عالي جدا. السياره بحاجه انها لانها ثقيله بحاجه لاعجال هيفي ديوتي، وتستحمل البر، تستحمل الرمل، الصخور، المي، وهالقصص هاي كلياتها. وبنشوف هون تقدر تسموها التعريضه اللي مسوينها زي الفندرات معرضينها من بوش ووكر اعتقد. وهاي الفندرات شغلتهم طبعا كمان عشان يعطوك مساحة أكثر للإعجال وحركة الإعجال، وعشان يضبطوا منظر السيارة بعد ما تركب لها عجال كبيرة ويصيروا طالعين لبرا. لأنه حتى بالقوانين الموجودة عندنا في البلاد الإعجال ما بصير يكونوا طالعين برا بدي السيارة. ومن الجنب بنشوف الاستيكرات اللي محطوطة على السيارة. صراحة هاي الاستيكرات كثير رخيصة منظرها، يعني للأسف كان ممكن انهم يسووها جد رسم وتكون الامور جد جميله وبشكل انيق اكثر وبشكل اجريسيف اكثر. وبس للاسف يعني تقدر تشوفوا، رح اورجيكم بالتفصيل كيف انه هو عباره عن ستيكر محطوط على السياره، حتى مش مفرغ من الداخل. طبعا حتشوفوا هون شعار الغزال. الغزال هو ثيم او الفكره اللي ماخذينها ومستوحينها من حيوان مشهور عندنا في المنطقه، فحاطين انه هاي الغزال على اساس انها تكون رشيقه وحركتها سريعه وهيك. خلينا نشوف انها جد رشيقه ولا لا. طبعا من الشغلات اللي ضايفينها كمان عندنا السنوركل، السفاري سنوركل اللي بعطيك هواء ابرد، وكمان بسمح لك انك تدخل على يعني اماكن غميقه بالمي وهيك من دون ما تخنق المحرك، بيضل المحرك بتنفس بشكل طبيعي واموره بالسليم. طبعا وبتشوفوا كمان هون من البمبر الامامي حتشوفوا انه في السكت بليت لحمايه الراديتر وحمايه السياره من الاسفل، شغالين عليها السياره. حتى الستيرنج ستابلايزر من شركه كينج، وعندك السوي بار لينك معدلين عليه، والامور تمام. يعني السياره مرفعه بطريقه جدا ممتازه.
طبعا الترفيع اللي على السياره 4 انش، حتلاحظوا الكويلات السبرنجات الحمر من نيسان، والجنبينات اللي مستخدمه من شركه كينج بقطر 2.5 وادجستبل، بتقدر تعايرهم، وفيهم مبرد كمان عشان يبرد الزيت، فنوعا ما ادائهم جدا ممتاز حتى على مسافات طويله ولا رحلات طويله. من الجنب نقدر نشوف الروف راك اللي حاطينه، طبعا عشان تحمل كل شيء بدك اياه، كل الاغراض كل شيء تقدر تحطها عندك فوق، وعندك 30 انش LED عشان يعطيك اناره احسن بالليل. وخلينا نكمل نرجع لورا، حنشوف هون كمان كاتبين الغزال اكس عشان ما تنسى انها هاي الغزال اكس، وعندك كمان هون الغزال اكس عشان ما تنسى، وجوا كمان بورجيكم حتلاحظوا انه في شعار الغزال. هلا صراحه من اكثر الشغلات اللي حبيتها بالغزال اكس هاي الجهه، هون حنشوف انه التاير كارير مفصول عن الباب، وهاي الشغله بتخلي لك الميزانيه تاعت الباب ما تخرب، اذا بتشوفوا هون. وطبعا هاي الدعاميه اللي ورا صب، فبتستحمل اللود وبتستحمل الوزن بشكل جدا ممتاز. وحتلاحظوا انه في ريكفري بوينتس موجودات هنا عشان تسحبوا الناس او حدا يسحبك اذا احتجت لذلك. الاكزوست سيستم اللي على السياره معدل، حنحكي اكثر عن الميكانيك لما ندخل ونسوق السياره. تعالوا نورجيكم هلا صندوق الامتعه. فكره رائعه صراحه، شايلين الكراسي، ما بدك انت 7 كراسي، انت مش طالع على البر ماخذ معك الامه كلها، بدك شغله خفيفه ولطيفه. عندك هون صندوق مسوينها مفصلينها على كيفك، بتسوي بتحط الاغراض اللي بدك اياها وبتسكرها، ما بيفتحوا معك ولا اي شيء. هون حاطين لك عده حبل، الفاير ديستنجويشر، عندك الونش وهالقصص هاي. وهون عندك الكمبريسر الهواء اللي بنفخ لك العجال، ولسه عندك هون ساعه تخزين ممتازه لانه حاطين لك الشبك اللي يحمي لك الاغراض من انهم يروحوا لقدام، فامورك بالسليم. وزن يا الله. خليني اورجيكم السياره من الداخل. من وين هون؟ من هون جهه الشمس احسن. طبعا اللي معانا احنا جير عادي، حتلاحظوا انه الكراسي تنجيد اللي عليها، وحتشوفوا شعار الغزال اللي موجود هون. هذه السيارة، خذوا لكم لفة حوالين السيارة وبعدين بنطلع بنطعس ونشوف ادائها في البر كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب الغزال في البر. صراحة الجنبينات الكينج شغالين شغلهم. السيارة فيها وزن كثير، فيها ولكن لساتها متمكنة من الموضوع. السكت بليت والحماية اللي موجود عليها السيارة حاميتها منيح. العجال مش قاعدين بضربوا. انا هاي من الامور اللي توقعتها صراحة مع العجال الكبيرة، انه يصير في عنا حت للعجال، ولكن امور هالسيارة تمام. طبعا المحرك اللي عليها المحرك نفسه اللي هو ال 4800 سي سي 6 سلندر اللي بيولد 248 حصان بس، 420 نيوتن متر من عزم الدوران. طبعا انا حاليا بقطع على الجير الثقيل، لانه على الجير الهاي يعني الجير الاول بيشتغل معك، بعدين السيارة صراحة بتموت. فعلى الجير الثقيل بتضلها محافظة على التورك وعلى العزم. الضوجان بيكون عالي ولكن انت شوي في البر بتستمتع. غير الاكزوست سيستم اللي حاطينه عليها شوية برمجة خفيفة زي ما حكينا عشان موضوع
الاعجال وحجم الاعجال، ولكن السياره لا، بحاجه لباور زياده، بحاجه لتعديل اكثر شوي من ناحيه ماكينه، وصراحه بحاجه لتخفيف وزن. يعني كان ممكن انهم يحطوا نفس الفكره ونفس الهدف من الموضوع اللي هو الحمايه، الصب الامامي او الصب الخلفي، كان ممكن باكثر من طريقه وباكثر من ديزاين انك توصل لنفس النتيجه ولكن بوزن اخف. السياره طبعا فيها دفلوك خلفي، سعرها السيارة يا جماعة الخير، احنا اللي معانا جير عادي سعرها 294 ألف درهم إماراتي، جير الأوتوماتيك 298 ألف درهم إماراتي، يعني انتوا بتحكي بحدود 300 ألف. سعر غالي جدا مبالغ فيه جدا، لاعبين على موضوع الضمان والورنتي، بس كمان مش هيك يعني ماشي فاهمين انه في ورنتي وفي ضمان وهيك، بس كمان يعني السعر مبالغ فيه. بالشارع السيارة جدا مزعجة، سيارة بر مو سيارة شارع، مع انه بالجير العادي حاطين شغله اللي هي الاوفر درايف على الجير الخامس اللي بتسمح لك للمحرك انه يحافظ على سرعته ويحافظ على العزم تاعه والضوجان يكون قليل، ولكن هذا لا يعني انه السيارة عزمها او عفوا صرفها للبنزين مش عالي، عالي جدا جدا جدا. وهيك بنكون قبل ما نختم حلقتنا حبيت احكي لكم تشتروها ولا لا، تدفعوا 300 ألف درهم عليها بتجيبوها ولا لا؟ انا عن نفسي لا صراحة، انا بحب اني لو بدي اعدل سيارة بعدلها على مزاجي وعلى هواي، ولكن هاي السيارة مسوية للناس اللي بيحبوا كل اشي جاهز مجهز. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع الغزال اكس. بتمنى تكون الحلقة نالت اعجابكم، بتمنى اكون شرحت لكم عنها بالتفصيل. ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. اخوكم حامد الدعور، والى لقاء اخر. وهلا عمي.